يسعد أوقاتكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام في هذا اللقاء الخاص، ولقاؤنا اليوم طبي للحديث حول إحدى أكثر الحالات الكسور، حالات الكسور حساسية، وهو كسر الفقرة القطنية الأولى. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الدكتور عنتر إبراهيم، أخصائي الجراحة العصبية عبر الهاتف. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا. كثير الشكر لك ولانضمامك معنا للحديث حول هذا الكسر، كسر الفقرة القطنية الأولى. يا اهلا وسهلا، تفضلي. دكتور، بداية ما هي الفقرة القطنية الأولى؟ ما أهميتها بين الفقرات الأخرى؟ جسم الإنسان نعم. عنده عمود فقري. العمود الفقري مقسم إلى 4 أقسام: نعم. رقبي، ظهري، قطني، عجزي. نحن عندنا 7 فقرات رقبية و12 ظهرية و5 قطنية و4 عجزية ملتحمة، وآخر فقرة بنسميها العصعص. الفقرة القطنية الأولى كسرها كتير مهم، لأنه بيكون على النخاع يبدأ من الرقبة، من نهاية البصلة إلى القطنية الثانية. نعم. ينتهي عند الثلث السفلي من القطنية الثانية. بعدها بيبلش بنسميه صهريج القطني، اللي هو كيس صحائف فيه أعصاب. فالقطنية الأولى إذا صار في مشكلة معناته في أذية نخاع. كسرة بيختلف عن الفقرات القطنية السفلية الرابعة والخامسة والثالثة. إذا في أذية بيتأذى النخاع مباشرة، وأذية النخاع لا تشبه أذية الكيس الصحائي. دكتور، بالدرجة الأولى بيأثر على النخاع الشوكي، وهذا الشيء ممكن يكون له تداعيات على القدم مثلا، على أجزاء أخرى من الجسم، انكسار هالفقرة الأولى. البول والراس، وقد يؤدي إلى شلل الأطراف السفلية. دكتور، ما أسباب التي تؤدي للكسور في هذه الفقرة القطنية الأولى؟ متى تحدث؟ نحن عندنا الكسور عندنا نوعين. في كسور مرضية وكسور رضية. مرضية يعني مثلا سرطانات العمود الفقري، أو نقاء يعني مرض ثاني مثلا سرطانات الصدر، سرطانات الحوض، سرطانات الثدي، البروستات، الكلية، تنتقل إلى الفقرات فتعمل كسور فقرات. وفي نحن عندنا كسور رضية، يعني مثلا شخص عامل حادث سير أو واقع أو سقوط من شاهق. فنوعين الكسور، كسور مرضية ورضية. وبهذا الشكل تصنف كأشكال، يعني أن الرضية والمرضية. دكتور، قبل أيام قمتم مع فريق طبي بعملية جراحية لطفل ذي 6 سنوات، وكان لديه كسر في هذه الفقرة القطنية الأولى. لو تطلعنا نعم. والمتابعين حول تلك الحالة وكيف صاير معه. تفضل دكتور. صاير معه سقوط من شاهق، عنده هي حالة نادرة جدا. نعم. كان صاير عنده كسر فقرة قطنية أولى، وعنده خزل طرفين سفليين. هذا بصراحة عمليته نوعية ونادرة جدا، وعمليته كانت صعبة، لأن تعرفي عناصر الجسم الطفل لا يشبه أعضاء الجسم الكبير بالنسبة إلى الجراح. فعملنا له عملية الحمد لله تكللت بالنجاح، والطفل الآن يمشي وطبيعي. وحطينا له براغي نوعية وصغيرة تناسب عمره. وبهالمناسبة وبهاللقاء أحب أشكر شركة روني، شركة روني بالقامشلي، اللي كان عندها هالتجهيزات النادرة. حتى قبل ما نقرر نعمل عملية لهالطفل تواصلنا مع دمشق في جراحين أعصاب أصدقائنا. قالوا لا تبعتوا الطفل لأنه إمكانيات المواد هاي مو متوفرة حاليا. أكيد معي بمشفى الرحمة بالقامشلي حوالي الساعة تقريبا 2-3 الصبح، وتكللت بالنجاح، وأمور الطفل كويسة والشغلة كويسة. وقت الجراحة مهمة، تداخلنا في أقل من 24 ساعة.
التوقيت كان والطفل كتير الآن مهم. طبيعي، والقصة قديمة من حوالي شيء أسبوع. دكتور، لو تأجل الموضوع لأكثر من أسبوع أو ما تم تدارك لا، حالة لو تأجل الطفل، الأسبوع ها، كان صار شلل تام لا طرفين سمح الله، سفليين، وكان ما عاد استفاد من العملية. توقيت كتير الفترة مهم. الذهبية لأي رض، نعم، مم. الفترة الذهبية لأي رض على النخاع هي 8 ساعات الأولى، الفترة التي تليها 24 ساعة. دكتور، ما الأعراض التي تكون مرافقة لحالة وجود كسر في هذه الفقرة؟ الكسر حسب أذية النخاع. إذا النخاع مو متأذي ممكن الكسر يعمل آلام شديدة، والآلام هي حتى لو كانت لحالها هي الصباب للعمل الجراحي. إذا كان في أذية النخاع ممكن يتأذى طرف أو طرفين، ممكن من الخزل تبدأ إلى الشلل ويصير عنده مشاكل بالمسارات البولية والشرجية، يعني المريض يصير عنده مشاكل بالبول والبراز ما يتحكم فيهم. كيف يتم عادة تشخيص هذا الكسور دكتور، هذه الكسور؟ طبعا، وهل هناك عوامل تحدد نوعية العلاج؟ نعم، صراحة بكسر الكسور في عندنا قانون بسموه قانون دينيس. هذا القانون بسميه نظرية الأعمدة الثلاثة. هذا دينيس هو هذا الدكتور العصبية اللي قسم العمود الفقري لثلاث أعمدة. نحن كجراحين أعصاب طبعا نعتمد على السريريات، فحصنا للمريض. رقم 2 نطلب الطبقي المحوري، ونطلب أحيانا وفي أغلب الأحيان الرنين عشان نشوف إذا النخاع عنده تكدم أو نزف ضمن النخاع أو أزية نخاع. نعمل طبقي ونعمل رنين، وأحيانا الصورة البسيطة بتفيدنا كمان. لكن قرار الجراحة أو قرار العلاج يعتمد على قانون دينيس، وهي طبعا إلى تطبيقات. مثلا إذا في عندنا أكثر من عمودين مكسورين، إذا عندنا عمود واحد ومتأذي نخاع إلى آخره، فهي بنحطها وفق الطبقي والرنين. دكتور، هلا بالعلاج المتبع هن التفاصيل، هن كيف يتم التشخيص والإجراءات التشخيصية فيما يتعلق بالعلاج المتبع. هناك ما يسمى طبيا بالعلاج التحفظي أو الأدوية، وهناك في الحالات التي أشرت أن هناك حالات بقدر الأذية يتم التوجه للجراحة. نعم، مثل ما قلت لحضرتك، إذا في عنا حسب قانون دينيس عواميد مكسورة بنعمل عملية. أما إذا في رض بدون كسر واضح مع آلام خفيفة، راحة وعلاج دوائي المقصود لكن للأسف نعم. تفضل دكتور. أحيانا ممكن نلجأ للعلاج الفيزيائي، وهو علاج متمم للجراحة بعد العمليات. هناك طبيا يقال مبدأ في حالة التعامل مع شخص تعرض لحادث أو إصابة أنه يمكن أن يكون هناك كسر لدى هذا الشخص سواء في الفقرات أو في عموده الفقري بشكل عام، إلى أن يثبت العكس. إلى ماذا يشير هذا المبدأ في الطب دكتور؟ هل يشير إلى ضرورة الانتباه لكيفية حمل ذاك الشخص في حادث ما؟ نعم، هي ملاحظة مهمة جدا جدا. أي مريض حادث سير أو سقوط من شاهق يجب التعامل معه بصورة خاصة، لأنه أنت بمحل حادث أو سقوط ما بتعرف إذا في كسر فقرات، فيجب نقل المريض بطريقة فنية بحيث ما نأذي المريض لبين ما نعمل له إجراءات الاستقصاءات التشخيصية من الصوت. دكتور، صوتك عم يقطع، يبدو أنه الإنترنت ضعيف. دكتور، عم بسمعك، تفضل. نعم دكتور، أشرت في بداية جوابك أنه يجب أن يتم حمل هذا الشخص الذي تعرض لحادث حمله بطريقة فنية. ما المقصود بالطريقة الفنية؟ أنه بحيث نحن نعم ننقل المريض ككتلة واحدة. ككتلة واحدة. ننقل المريض ككتلة واحدة، نعم. يكون متسطح على سرير، 6 أشخاص يحملوا هذا السرير أو هذا المستند بشكل يكون المريض قطعة واحدة يتنقل.
دكتور، إذ لم يعالج الكسر بشكل سليم وصحيح، أو تم اللجوء لعلاج غير سليم أو أخطئ في اختيار العلاج، هنا ما المضاعفات المحتملة؟ وأشرت في بداية اللقاء أنه ممكن يكون في شلل كمان. نعم، صراحة إذا في كسر جراحي فهذا علاج جراحي تماما. في بعض الأحيان بعض الأشخاص يعني يلجؤون إلى العلاجات الأخرى التي قد تسيء لحالة المريض. يعني بيكون كسر بسيط أو أذية بسيطة، إذا في علاجات تانية خاطئة ممكن تزيد المشكلة ما بتحلها. دكتور، هل تشير هنا إلى مسألة أنه ممكن يتبع الأشخاص علاجات غير طبية، ممكن علاجات طبيعية؟ تفضلي سؤالك. تقصد هنا أنه علاجات خاطئة ممكن يكون أنه اتباع أسلوب غير طبي بالدرجة الأولى، علاجات نعم، طبيعية هناك ممكن. علاجات نحن بنشوفها بحياتنا العملية اللي هي مثلا فرضا الضغط على العمود، شخص يطلع فوق ظهر شخص، أو مثلا شد أو إلى آخره. هي كلها عبارة عن ممارسات خاطئة وغير متوجهة وسيئة وتسيء للمريض. نعم. ما التوجيهات التي توجهونها للمريض عادة بعد الجراحة؟ بعد الجراحة طبعا مثل ما قلنا في علاج فيزيائي، وهذول طبعا أخصائيين بهالقصة، ومع علاج دوائي بنتابع المريض. بحالة الطفل اللي عمره 6 سنوات الحمد لله الأمور كويسة، ودائما في عنا فترة نقاهة قد تصل إلى 3 أشهر بعد العملية. في حالة الجراحة دكتور؟ بعد الجراحة نعم. بالعلاجات الأخرى عادة كم تطول دكتور إذا كان العلاج ما بيحتاج للجراحة؟ إذا ما يحتاج جراحة غالبا من 3 إلى 6 أسابيع كافي للشفاء. نعم. باختصار دكتور، ما بدنا ناخذ أكثر من وقتك، كيف تقيم واقع العلاجات والتقنيات المتاحة في المنطقة عنا فيما يتعلق بالكسور بشكل عام؟ نعم، طبعا في منطقتنا حقيقة منطقة كانت تسمى نامية طبيا واجتماعيا وإلى آخره اقتصاديا، لكن الآن عم بحكي من الناحية الطبية منطقتنا أصبحت متقدمة جدا بفضل جهود القائمين على الصحة والأطباء والعناصر الفنية والمشافي المتوفرة والأدوات والعدة المتوفرة. نحن أصبحنا في مصاف المناطق المتقدمة بكسور الفقرات، وعم بحكي عن اختصاص يعني عموما بالجراحة العصبية. نحن كل الأطباء الموجودين على الساحة أطباء ممتازين، أطباء ذوي خبرة، ونحن صرنا منطقة متقدمة طبيا مقارنة مع المناطق الثانية من سوريا. دكتور، وكلام جميل أشرته في بداية اللقاء حول نقطة العملية، أنه كان هناك أجهزة نادرة وتم توفرها عنا بالمنطقة. نعم من واقع العمل، من واقع الخبرة الشخصية عم بحكي. أنا صار لي 20 سنة بالقامشلي. منطقتنا أصبحت منطقة متقدمة طبيا على مستوى سوريا. نعم، كانوا بيسمونا مناطق نائية، لكن حاليا السنوات الأخيرة نحن صرنا في مصافي المناطق المتقدمة بالعلاج الطبي بكافة المستويات الطبية عم بحكي. نعم دكتور، بختام اللقاء إذا بتحب تضيف أي شيء أو سؤال أنا ما سألته تفضل. لا، أشكركم على اللقاء وتسليط الضوء على هيك عمليات نوعية، وبشكر كل الناس اللي اشتغلت معي بهالعملية، وبشكر مشفى الرحمة، وبشكر شركة روني، وبشكركم على اللقاء. وإن شاء الله دائما يكون المجال الصحي بمنطقتنا متقدمة. شكرا لكم. كثير الشكر لك دكتور وللفريق الطبي. دكتور عنتر إبراهيم، أخصائي الجراحة العصبية، كنت معنا عبر الهاتف. وكثير الشكر لكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام. بهذا الشكل انتهى اللقاء الخاص معكم. كنت من وراء المايك شف حسن. إلى اللقاء.